طبعا هنا اشتهينا السمك انا واصدقائي وقلنا نسوي سمك انا والجماعة. هنا السوق العتيق شفنا اشكال وانواع من السمك الجري والسمتي وانواع مختلفة من الاسماك اللي موجودة هنا. السمك حي باشكال وانواع مختلفة. هنا عندهم شوي السمك اللي يحب ياكل، فاحنا اخذناه ويانا وقلنا بنفسه نشوي. هنا لقينا سمك هاي المربربة نظفنا، هي مثل ما تشوفون تقريبا وزنها 3 كيلو او ازيد، 3.5 هيج. بعد ما نظفناها وقلنا هنا دا يأشر ما شوي يعني نريده ايه. هنا كسرها مثل ما تشوفون، طلع الحبشكلات مالتها، نظفها زين. شوف هاي الوضعية هي صارت. بعد ذلك رحنا لابو الطرشي. شوف الطرشي ما شاء الله طرشي شفاء مشهور بالموصل. هنا عنده بالطرشي. وبعدين وصلنا المزرعة هناك تحت الصندوق اني. شوف السمك شلون مرتبية مخليها. نزلنا الاغراض والحبشكلات مالتنا. هنا الطماطة والليمون والبيبسي. هنا شوية رقص. شوفوا الله شلون رقص اني ونرجيلة. هاي احنا قبل العاصفة دخلنا نرجيلة، كسرنا الفحم اني والجماعة. هنا خليناها بالسيم. شوفوا شلون شغلة مرتبة. خليناها على نار هادئة حتى تستوي وتروق. طبعا بعد ذلك ما انتظرنا شو يصير على النار، خلينا التتبيلة مالتها طبعا تتبيلة درجة أولى. هنا رتبنا الفحم والشغلات، وهسه راح نشوف بشكل نهائي. قصقصت اني الطماطة طبعا بنفسي، ما احمد لكم بنفسي. هنا خلينا فوقها الليمون. الخطوات الأخيرة شوف شلون صارت ما شاء الله تشهي ويا الطرشي والخبز الحار. وراح شوفكم هاي اللمسة مالي الأخيرة. هاي شوف اللحم شلون مستوي ما شاء الله. تمنيناكم ويانا حبايب.